ازاي تستغل الاجازه في حاجه مفيده. ازيك كله بونو بونو. حاجه قلتها كتير في فيديوهاتي، لازم تتعلم مهاره. استغل وقتك وافتح اليوتيوب او اي منصه تعليميه وتعلم اي حاجه، برمجه، شبكات، جرافيك، مونتاج، اي حاجه او اي مهاره عموما انت حاببها. وفي مصادر كتير ومشهوره ممكن تعلمك الكلام ده، وانك تتعلمها في سن صغير احسن بكتير من انك تتعلمها في سن كبير. بس اهم حاجه بعد ما تتعلم الممارسه، حتى لو مع نفسك. اعمل حاجات كتير واركنها، على الاقل هتعمل لنفسك بورتفوليو حلو جدا عشان لو جيت تقدم في اي شركه بعدين تتقبل على طول. تاني حاجه ممكن تستغلها انك تلعب رياضه. انا عارف ان الناس الفتره دي كسلانه جدا، بس صدقني لازم تنزل تلعب رياضه، لازم تنشط دورتك الدمويه. مش بحكمك بلعبه معينه، شوف اللعبه اللي انت حاببها او عندك شغف فيها وروح العبها. تفرق في كل حاجه في حياتك، حتى طريقه تفكيرك، وهترتقي كده. عارف ايه اللي ممكن يخلي تفكيرك يرتقي برضو؟ انك تقرا كتب كتير. حاول على قد ما تقدر انك تقرا كتب وتثقف نفسك في اي مجال برضو، مش بحكمك في جزء معين، حتى لو هتجيب روايات المهم انك تقرا. بس لو مكسل تقرا، في كتب مسموعه كتير دلوقتي. بس لو سالتني ايه اللي احسن، اقرا ولا اسمع، اقول لك القرايه احسن بكتير طبعا. فهي